بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم في فيديو جديد ويوم جديد. لو أول مرة تشوفي قناتي متنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد أنا بعمله. النهاردة جاية لكم هعمل غدا معاكم. النهاردة هعمل السمك اللي أنا كنت جايباه في الفيديو اللي فات اللي هو المحرات. هعمله بطريقة حلوة قوي، بتمنى ان انتوا تجربوه، طعمه كان تحفة. بس عايزاكم بقى تشجعوني، ما تنسوش اللايكات وشير كتير عشان عيلتنا تكبر مع بعض. اول حاجه كنت جايبه بتنجان كده، قطعته وقليته. تمام. ده السمك عامل شبه اللحمه كده، او يعني متقطع شبه اللحمه، بيتقلى عادي زي ما بنقله السمك عادي. بس ده بنعمل له الحشوه او الدقه بتاعه الفلفل في الاخر خالص. اول حاجه كده هحط دقيق وعليه معلقتين نشا عشان القرمشه، واحط شويه ملح وشويه كمون وشويه كركم يا كاري زي ما انتي عايزه تحطي بهارات سمك زي ما انتي تحبي. بحط السمك بتبله كده في الدقيق، وبنفض السمك كويس عشان الدقيق لما السمك بيكون عليه كميه دقيق كتيره بتنزل في الزيت فبتحرق الزيت معانا بسرعه. تمام. هنزل كده بالسمك ومش هقلبه غير لما اتاكد ان هو اللون اتحمر معايا من تحت كويس. بصي ده شكله طعمه حلو جدا مقرمش، يعني احسن من مليون كنتاكي. هخلص بقى الكميه كلها وهوريكم هنعمل فيه ايه. طبعا انت بتطلعي السمك من الطاسه، بتعملي له دقه. التتبيله دي هي هريسه شطه، عايز طبعا مش عايزاه حامي ممكن تحطي فلفل عادي مدقوق بارد، بتحطي عليه كمون سمك يعني كمون. تمام. وتوم توم مدقوق هرساه انت بايدك، هرس ناعم. تمام. وبتحطي بقى خل بكميه كتيره، وطبعا بتظبطي الملح بتاعك، بتقلبي كل ده مع بعض. بتطلعي السمك بعد ما بتطلعيه وبتصفيه من الزيت كويس وهو سخن، بتنزلي في التتبيله دي اللي هي الخل والثوم والكمون والملح وهرسه الشطه. تمام. انا اهو بطلع السمك من الطاسه وبصفيه كويس. بصوا عامل معايا ازاي، بنزل بيه في التتبيله دي. بتخلي بقى القرمشه مع حدوقيه الخل مع هريسه الشطه وهو حامي كده، والله كان تحفه. بتمنى ان انتوا تجربوه بجد، حلو قوي. ممكن برضو السمك تعمليه كده يعني بنفس الطريقة دي مع السمك الفيليه، بس السمك الفيليه بيكون لحمه رقيق شوية. وعملت بقى جنب الأكل رز صيادية، والبتنجان برضو أخدت دقة من الخل دي كبتها على البتنجان، وعملت سلطة خضراء. وده كان أكلنا النهاردة. بتمنى الفيديو يعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. استودعكم الله. ما تنسوش اللايك، عايزاكم تشجعوني كتير. يلا استودعكم الله، مع السلامة.